الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا.
أيها الإخوة المباركون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته في الغيب والشهادة، فمن اتقى الله وقاه وجعل أعالي الجنة مأواه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا معاشر المسلمين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة،
ولذلك يقول رب العالمين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تخرج من تلك المدرسة العظيمة والذي اهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم علم اليقين أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تطبيق عملي واقعي لكل ما جاء في كتاب الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه على خلق عظيم، أي على دين عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن خلقه كان القرآن. خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة توافق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويترجم هذه المعاني التي أمره بها ربه سبحانه وتعالى في الواقع ليكون قدوة لغيره، لأن الله سبحانه وتعالى كتب أنه لا يبعث الأنبياء والرسل إلا من البشر ليسهل اقتداء الناس بهم. ولذلك لما طلب المشركون أن يكون الرسول ملكا من الملائكة قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يعني لو فرضنا أن جبريل عليه السلام سيكون رسولا لهذه الأمة فسيجعله
ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى إن الاقتداء أو الاتباع أن تفعل كما فعل لأنه فعل، وأن تترك كما ترك لأنه ترك. هذا عين الاتباع وعين التسليم وعين الطاعة وعين تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولذلك فقه وفهم هذه المعاني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يحيدون عن منهجه طرفة عين، وكانوا يسيرون على هذا الصراط المستقيم لأنهم يعلمون علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين أن هذا الصراط هو الذي يوصل إلى مرضات الله رب العالمين، ولا يجوز البتة إشغال فكر أو إعمال رأي أو إدخال هوى مع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي التسليم لكل ما جاء به. لما صارت الأمة بهذا المعنى قادت الأمم وارتفعت الهمم وبلغوا القمم، فأصبحوا يقودون فارس والروم، لأن مصدر التلقي عندهم واحد وواضح وجلي وظاهر، لا يتلونون ولا يترددون ولا يفكرون، وإنما يسمعون ويطيعون على حد قول الله غفرانك، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الصديق رضي الله عنه وهو أكثر الناس لزوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أمر رسول الله بإنفاذ جيش أسامة إلى الروم وهو في سكرات الموت، ثم مات رسول الله وجيش أسامة عند الجرف، والجرف معروفة الآن في المدينة وهو المكان الذي ينزل فيه الدجال. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة أشار كثير من المسلمين على أبي بكر أن لا يبعث جيش أسامة لأنه يحتاج إليه، والعرب قد ارتدت أو ارتد أكثرها بسبب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيط بالمدينة من كل جانب، والمسلمون لا شك أنهم يحتاجون إلى جيش أسامة. لما سمع أبو بكر هذه المقالة غضب واحمر وجهه وعلى صوته وقال في عزة وشموخ: والله لو أن الطير تخطفني وأن السباع من حول المدينة وأن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته، أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ فأنفذ أبو بكر هذا الجيش، فنصر الله عز وجل أبا بكر وأصحابه على المرتدين. قاد السفينة بجرأة ومهارة كالطود نحو مسيرة لا تهزم، وارتدت العرب الغلاظ فأشفقت همم الرجال فصاح هل من يفهم. والله لو منعوا عقال الورقة أدوه نحو المصطفى لن يسلموا، ومضى أبو بكر لغايته إلى أن أخضع المرتد وهو مرغم. هذا هو الإسلام في عليائه، مثل وأعلام ودين قيم. هذا هو النهج الذي سمع بأولئك أنهم يفعلون
وهي أم أيمن بركة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء فهيجته بعض البكاء فصار يبكيان معها رضي الله عنهما وأرضاهما. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يسلمون ولا يفكرون، والذين يأخذون السنة ليطبقونها لا لمجرد التفكر ولا لمجرد الاطلاع والثقافة، يسألون عن السنة ليسيروا عليها، لا يسألون عن السنة كما يفعل المتأخرون ممن ينتسبون إليهم ليتركوها. الآن إذا عرضت على أحد وقلت له هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل هل هي واجبة أو مستحبة، فإن
يعني الزموها، وهذا تحريض وتشجيع يعني حث للأمة على أن تلزم السنة. فعليكم بسنتي أي الزموها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، لأنه شيء غال ونفيس ينبغي أن يحرص عليه، فيعض عليه بالنواجذ كما يعض أهل الدنيا على أموالهم وعلى ذهبهم وعلى فضتهم وعلى تجاراتهم، يعضون عليها بالنواجذ. فنحن نعض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزة وشموخ وفخر، ولا نستحي من ذلك. وإذا ذكرت عمارا وأخبار سيرته فافخر بنا إنا أحفاد عمار. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو المنهج الذي سما بأولئك لا يلتفتون إلى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل أخي في الله، تأمل بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى الكعبة وأمره ربه بأن يترك القبلة التي إلى بيت المقدس وأن يتوجه إلى بيت الله الحرام، صلى معه العصر رجل وقد وجه نحو الكعبة، ثم انطلق إلى قباء، انطلق إلى مسجد قباء، فإذا الناس يصلون صلاة العصر إلى جهة بيت المقدس، فقال هذا الرجل وهو خارج الصلاة والناس يصلون وهم ركوع، قال أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وقد وجه نحو الكعبة. فانحرفوا، ما راجعوا وما ترددوا وما رؤوسهم رفعوا حتى امتثلوا، فيا الله وهم في الصلاة يسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحول إلى الكعبة، فيتحولون إلى الكعبة. على مثل هؤلاء ينطبق قول الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فماذا ستقول أيها المسلم تجاه هذه النماذج العالية وأنت القادر على أن تأتسي بهؤلاء؟ وكذلك المرأة المسلمة أن تأتسي وتقتدي بالأوامر التي يصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنساء الصحابة وهو خارج من المسجد صلى الله عليه وسلم. يختلط الرجال بالنساء في الطريق، يختلط الرجال بالنساء في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأخرنا، هذا الأمر إلى النساء، استأخرنا عليكن بحافات الطريق. قال الراوي فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من شدة لصوقها به. سبحان الله، كل ذلك لتكون مقتدرة بما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شامة تهدى لدعاة الاختلاط ومن حادوا عن اتباع الصراط ومن ظهرتهم مدنية الغرب فزينت لهم الصنم وألهتهم عن جلال الحرم. هذه تهدى إليهم ليعلموا أن هذه المرأة المسلمة لا تلتفت إلا للوحي، لا تلتفت إلا لنساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتلك المرأة المسلمة التي قدوتها فاطمة وعائشة وحفصة
وفي فتنة خلق القرآن، تلك الفتنة العظيمة التي ابتلي فيها هذا الإمام وغيره من الأئمة، ابتلوا بأن يقولوا بخلق القرآن، ولكن هذا الإمام صبر وصابر ورابط وتحمل وجاهد ونصر وتعب حتى لم يلن لهم. ولما طلب الإمام أحمد في هذه الفتنة اختبأ عند أحد طلابه وهو ابن هانئ، فلما مضت عليه 3 ليال أو 3 أيام عند ابن هانئ قال: يا ابن هانئ اطلب لي موضعا أنتقل إليه وسأعطيك فائدة. قال: يا إمام لا آمن عليك، كيف أخرجك من بيتي وهم يطلبونك؟ قال: اطلب لي موضعا أنتقل إليه وسأعطيك فائدة. فيرى ما هي هذه الفائدة؟ لم يعطيه دينارا ولا درهما ولا محاباة ولا غير ذلك من متاع الدنيا. طلب له مقاما ينتقل إليه، فلما انتقل قال له: يا إمام، ابن هانئ قال له: يا إمام الفائدة، أين الفائدة لأنني أخرجتك من ذلك المقام؟ قال: يا ابن هانئ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في الغار لما هاجر إلى المدينة 3 ليال، وليس ينبغي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدة ويترك في الرخاء. سبحان الله. والله إنما ينقل ليس بأساطير وليست خرافات وليست مجازفات، ولكنهم بشر مثلنا لما سمعوا وطبقوا وامتثلوا بلغوا هذه المراتب العالية. فأنت أيها المسلم لا تجعل نصب عينيك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل صغيرة وكبيرة، لتكون من التابعين لهم بإحسان وتدخل دخولا أوليا في قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله أفضل مكتسب وطاعته أعلى
العقيدة السليمة يفتحون البلاد وقلوب العباد. ولما التفتت الأمة إلى ما سوى ذلك وقعوا في وحل الضلال كما ذكرنا. وتأمل لما جاء عمر بن الخطاب، والحديث أخرجه أحمد والدارمي وهو حديث صحيح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة يقرأها فقط، لا يتحكم إليها، لا يعتقدها، لا يعمل بها، مع أن التوراة حكم الله وقول الله، إلا أنه دخله التحريف والتخريف والتجويف إلى غير ذلك من ضلالات اليهود والنصارى. جاء بنسخة من التوراة يقرأها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه رسول الله يتمعر ويتغير حتى قال له أبو بكر: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فألقاه عمر من يده نسخة من التوراة، ألقاها من يده وقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يا متحيرون، أتشكون فيما جئتكم به؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وفي حديث آخر: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله الذي لا إله إلا هو لو بدا لكم موسى وهو كليم الله وأقرب وأعظم أنبياء بني إسرائيل، لو بدا لكم موسى واتبعتموه وتركتموني لضللتم سواء السبيل. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فيا الله، حتى إن عيسى المسيح ابن مريم إذا نزل في آخر الزمان وسينزل كما قال الله: وإنه لعلم للساعة، يعني علامة. وفي قراءة أخرى: وإنه لعلم للساعة، يعني علامة من علامات الساعة. إذا نزل آمن به طائفة من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني إذا نزل في آخر الزمان. المسيح عيسى ابن مريم وهو نبي ورسول وصاحب شريعة وصاحب كتاب، إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى ابن مريم سينزل فينا حكما مقسطا عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، والدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. عيسى ابن مريم يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بشرع جديد، بل إنه سيصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا الله، فلماذا نعلق قلوبنا بغير رسول الله وعندنا هديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ واسأل الواقع فهو خير شاهد أيها المسلمون. اسأل الواقع، والله إنك لتخرج إلى مجتمعات المسلمين فلا تكاد تفرق بينهم وبين مجتمع المغضوب عليهم والضالين إلا في بعض اللوحات والهيئات والشعارات والإطارات، كل ذلك بسبب البعد عن هدي رسول الله